من أهم صرح تعليمي للمسلمين لبوابات أسواق الجملة في القاهرة. النهارده هنتكلم عن محطتين المترو عبده باشا والجيش، في السلسلة اللي احنا بنشرح فيها محطات المترو اللي بيحط فيها من أهم المواقف للأماكن العامة للميادين المهمة برضه. وكنا اتكلمنا آخر مرة عن محطة العباسية، والنهارده هنتابع عن محطتين مهمتين عبده باشا والجيش. نبدأ في عبده باشا اللي تقع على شارع العباسية عند كلية هندسة عين شمس ومديرية التربية والتعليم في القاهرة والسفارة الماليزية، وبرضه مركز شباب الويلي، وعندها شارع مهم جدا جدا بيبدأ من رمسيس وبينتهي في مدينة نصر، ألا وهو شارع أحمد سعيد أو شارع الفردوس أو محور جيهان السادات زي ما تحب تسميه. طب وإيه علاقة المحطة دي بالصرح التعليمي اللي أنت بتقول عليه في أول الفيديو؟ هقول لك يا فنان إن محطة عبده باشا هي أقرب محطة لمدينة البعوث الإسلامية التابعة لمؤسسة الأزهر الشريف، ماشية 10 دقائق تقريبا تبقى في قلب المدينة. هتلاقي كل ما يخص المؤسسة التعليمية من السكن لإدارة الوافدين للإدارة للمدينة نفسها كل حاجة. فده بما يخص محطة عبده باشا. محطة الجيش بقى يا سيدنا العزيز تقع عند ميدان الجيش بالظبط، وهي بوابة أسواق الجملة في القاهرة حرفيا. من هناك هتلاقي أقل سعر في كل حاجة ممكن تتخيلها في القاهرة. هتنزل هناك وتبدأ إنك تتمشى من أول السوق واسبح زي ما أنت عايز، وهتلاقي كل حاجة أنت عايزها وبأقل سعر. وبرضه هي تعتبر بوابة القاهرة الإسلامية عند قصر حبيب باشا السكاكيني ومسجد الظاهر بيبرس وأول شارع المعز لدين الله الفاطمي. فأنت هتتمشى في سوق وفي أماكن تاريخية بتمتد لأكثر من 1000 عام، وهتزور كل المزارات الإسلامية التاريخية من أول محطة الجيش، وابدأ امشي براحتك. ولسه المحطات اللي جايه فيها اكتر واكتر، فما تنساش بقى انك تشير الفيديو وتبقى متابعني عشان تستنى الفيديوهات اللي جايه. وبس كده.